بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر الوجود. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا وأطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقاه. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي وأطهره برضا الله للفقراء المساكين وفيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. بالنفس بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجوع وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم
صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا